ازيكم يا رب تكونوا كويسين. فيديو جديد في سلسلة تعليم السباحة اونلاين. ببساطة السلسلة دي انت بتبعت لنا فيديو واحنا بنقيم الاداء بتاع سباحتك وبنديك على قدر علمنا تبس وخطوات عشان تحسن ادائك. والجميل في الموضوع ان انت هتلاقي لو نزلت في الكومنتس تحت هتلاقي ان في مدربين بيقولوا رأيهم في السباحة، فكلنا هنستفيد بشكل عام. فيديو النهاردة لبطل اسمه احمد، تعب نفسه وصور نفسه وبعت لنا الفيديو عشان نقيمه، فيلا بينا. طيب يا احمد، كويس جدا، انا مبسوط ان انت بعت لنا الفيديو. انت اول حاجه ان انت عملت حاجه قويه جدا، ان انت عمت حوالي 12 متر او 25، مش متاكد، غالبا 25 لان الحمام شكله اولمبي. عمت 25 متر، فده حاجه كويسه بدنيا وكل حاجه. طيب نبدا الاول بتحليلات السباحه الحره عندك. انت عندك ملاحظات في الرجلين. نبدا الموضوع من تحت. الرجلين محتاج، انا شايف ان انت رجلك مشط رجلك مش مفرود بشكل كامل او شكل بيرفكت صحيح يعني، فنركز اننا نفرد مشط رجلينا. تاني حاجة في الرجلين ان لازم في فرق بين رجلك، يعني رجلك بتبعد عن بعض فوق وتحت. الرجلين لازم تكون شورت اند فاست، يعني قصيرة وسريعة. قصيرة يعني مداها الحركي مش واسع، الرجلين بتعمل حتة صغيرة حتة صغيرة فوق حتة صغيرة تحت، ده المدى الحركي بتاع الرجلين. تاني حاجة سريعة، تكون سريعة وانت عندك السرعة دي الى حد ما كويس، وتكون المدى الحركي فوق وتحت في على سطح المية، يعني مش رجليك مش بتطلع بره المية وما بتنزلش تحت قوي، يعني نشوف الطرطشة بس ما نشوفش رجلك من المية يعني. نبدأ نطلع في الجزء العلوي من الجسم. النفس إلى حد كبير كويس بالنسبة للسباحة بشكل عام. محتاج تنزل وشك شوية تحت الماء أو تنزل النضارة، بس يعني إلى حد كبير كويس. والدراعات هي أسوأ حاجة في السباحة، ولكن محتاجين نديك شوية حاجات عشان تحسنها. بص، هو بشكل عام انت بتعوم يعني، ودي حاجة اضيفها لك، انت كويس جدا. لو ركزت في الحاجات اللي احنا هنقولها دلوقتي دي، السباحة بتاعتك هتتطور بشكل رائع، لان انت بتعرف تعوم مسافة وعندك عندك الوعي بالسباحة، يعني انت فاهم الحركات ماشية عاملة ازاي، والى حد ما الموضوع بالنسبة لك هيبقى سهل. عرفنا الخطوات اللي انت المفروض تمشيها في الرجلين، نخش في الخطوات اللي انت المفروض تمشيها في الدراعات. الدراعات لازم تحت المية يكون في لو هتشد الى الان، يعني مش لازم تعمل باور إلبو، ممكن تشد بشدة مستقيمة ولكن بعدين تتعلم الباور إلبو. وتاني حاجة لازم، انا افضل ان دراعك يبقى مفرود فوق وتحت، ولكن لو مش لو عايز تعوم هاي إلبو تشد تحت المايه عادي خالص. اول ما ايديك بتطلع بره المايه لازم تكون مفروده. ايديك بمجرد ان هي طلعت جنب المايه لازم تكون مفروده عشان تعرف تتني ايدك تاني عشان تعمل الحركه الرجوعيه او حركه الاستشفائيه بتاعت الكاتش اللي هو بيسموه الهاي إلبو او الريكفري، الرجوع. خلاص، فاحنا عندنا الحركه اللي هي بتاعت الانقباضيه اللي هي تحت المايه اللي انت بتشد فيها المايه دي. ممكن طريقتين، انك تشد باور إلبو كوعك متني، يا اما تشد عادي ستريت لحد ما تتقن شكل المهاره بشكل، يعني تتقن المسافات وتتقن الموضوع بشكل اكتر يعني. فهنزق تحت المايه عادي خالص بمجرد ان ايدينا طلعت بره المايه. لو عايز اعمل ستريت ارم او هاي إلبو، ستريت ارم اللي هو دراع مفرود، لو عايز تعمله خليه يجي من الجنب بلاش من فوق عشان جسمك ما يلفش. حاول تستحملني عشان بقول معلومات كتير. بمجرد ان انت طلعت بره المايه وايدك مفروده مخلصه الشده للاخر، لازم تتاكد تقوم عامل الهاي إلبو. الهاي إلبو انك ترفع كوعك هو اللي بيتحرك، يعني كوعك هو اهو مفرود، كوعك بيتحرك لحد لما توصل لنقطة البداية اللي هي النقطة اللي هي قدام كتفك. خلاص، فهي دي الملاحظات اللي لازم نقولها. تاني حاجة او تالت حاجة ان لازم راسك تبقى ثابتة مش بتتحرك. النظر لازم تكون باصص بزاوية 45 درجة، يعني باصص كده، بس راسك حاول تخليها تحت. والنفس حاول النفس عندك يعني بنسبة 60% كويس.
حاول تاخد نفس يمين وشمال، هيبقى مفيد بالنسبة لك. فتعالى نراجع النقط اللي احنا قلناها كده سريعا. الرجلين لازم تكون قصيرة وسريعة. الكاتشات لازم تخلص للآخر، وتهتم شوية بحركة الرجوع ان هي تكون شكلها افضل عشان ما تتعبش في السباحة. فخلي ان انت بتزق بشكل فعال. حاول تتعلم تتفرج على فيديوهات مثلا لسبيد والسباحات كاملة، تقعد تتفرج كتير وتتعلم كتير وتصور وتراجع وتبعت لنا مثلا، او تخلي اي حد بيفهم شوية في موضوع السباحة يدلك. تالت حاجة الراس لازم تكون تحت شوية. لازم تعوم كتير. انت كده كده اوريدي المية هتعلمك. يعني انت لو انت ما شاء الله عليك بتعوم مسافة كبيرة، وده انجاز كويس جدا بالنسبة لناس كتير. انت رياضيا افضل من ناس كتير جدا. فحاول تتمرن كتير عشان المية بتعلم. يعني كتر ما انت بتعوم وبتتفرج على فيديوهات لسباحين، فيديوهات كاملة، هبقى احط لك اللينك في الديسكريبشن تحت. اتفرج على فيديوهات بتاعت سبيدو، اتفرج وعوم وصور نفسك وعيد تاني، اتفرج وعوم وصور نفسك وعيد تاني. انا مبسوط يا احمد جدا ان انت بعت لنا الفيديو ده. اتمنى الحاجات اللي قلناها تكون مؤثرة بالنسبة ليك وبالنسبة للناس اللي بتتفرج.